بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ده إن شاء الله كلوركس ألوان هنعمله بأسهل طريقة وأبسط طريقة. بس قبل ما كده يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك واشتركي في القناة لو مش مشتركة، يسعدني اشتراكك وفعلي زر الجرس ويوصلك مني كل جديد. نبدأ على بركة الله. أول حاجة دي صابونة بلدي مبشورة، انا بشرها عشان الوقت، بس دي صابونه بلدي. الصابون بلدي اللي انا عاملاه معاكم صابونه بلدي مبشوره. تمام. هنحط عليها حبه ميه وهنحطها على النار تفك يعني تسيح، او لو عندك وقت كده تسخني ميه قوي وحطيها عليها وافضلي قلبي فيها لغايه لما تفك. انا اسهل لي بحطها على النار واسيبها دقايق هتفك على طول. بصابونه بلدي عملت تقريبا 3 لتر من كلوركس الالوان كده. بعد ما حطيتها على النار وفكت، بص عملت ازاي. هنحطها في حاجه عشان اكمل عليها باقي المواد. ان شاء الله مش هتاخد مواد كتير، هو يا دوبك الصابونه وكوبايه من الكلوركس وكوبايه من بتاع المواعين، صابون زي المواعين كده. بعد ما حطيت الصابون في نفس الحله حطيت حبه ميه وحطيتهم على الصابون عشان يعني ايه ما يبقاش تخين، يفك شويه. اهم حاجه التقليب، وما تنسيش تحطي اللايك. هنا ده ربع لتر من الكلوركس الالوان، او كوبايه من الكوبايات هي 250 مللي دي. وطبعا كل ما تزيدي كل ما هيبقى احلى، بس هو انا حطيت كوبايه كبيره شويه. زيها كوبايه من الصابون السائل، ده صابون سائل شفاف اللي عاملاه معاكم برضو على القناه، صابون الشركات هنزلهولك في صندوق الوصف ان شاء الله، ربنا يذكرني وانزله. كده بقى ده تخين، وكل ما شويه هزود ميه لغايه لما اخد التقل اللي انا عايزاه. طبعا انتوا عارفين الكلوركس مش تقيل، الكلوركس خفيف، بس برضو انا كنت عاملاه تقيل زي ما شفتيه في اول الفيديو، برضو تقيل مش خفيف. براحتك، عايزه تخففيه اكتر خففيه. وطبعا ما حطيتش لون، انا استكفيت باللون اللي كان موجود في الكلوركس اصلا. عايزه تحطي لون براحتك. كده دي ابسط طريقه من الكلوركس. يا رب تكون عجبتك ونالت رضاكي. حاجه كده في السريع وهتنفعك جدا في البيت. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.